البرنامج برعاية بورسعيد الوطنية شباب مقاومة شعبية دفعوا بشهامة ورجولية وحاربوا جيش الاحتلال. مبروك يا جمال، مبروك يا سيادة الرئيس، مبروك علينا زيارتك لينا. مبروك عليك يا ميمي، مبروك على شعب بورسعيد الباسلة، مبروك على كل شعب الجمهورية العربية المتحدة. افتتاح الرئيس النهارده النصب التذكاري في بورسعيد في شارع 23 يوليو. والله الرئيس جمال عبد الناصر نورنا والله، شعب بورسعيد كله طلع له على الجنبين قد كده. الرئيس بتاعنا كلنا بنحبه. النصب النهارده يا ميمي اتعمل زي ما كانوا اجدادنا الفراعنه بيحتفلوا بانتصاراتهم على اعدائهم، كانوا بيعملوا نفس المبنى ده اللي احنا عملناه في بورسعيد تخليدا لذكرى انتصاراتنا على عدوان الثلاثي. شفتني لما كنت راح رحله الاقصر واسوان. برافو. هو نفس المبنى بنفس الشكل بنفس الطراز، تطلع كده تقول كده هناك. برافو. وفي اعلاه شعله وتحت منه متحف النصر. المتحف ده فيه لوحات فنيه وبيعرض. ويا سلام بقى يا استاذه سحر لما كنا بنيجي كده في شم النسيم ونروح نجيب الفسيخ، صلاة النبي بور الفسيخ جوه، ونجيب البصل والليمون ونلون البيض ونروح نقعد هناك. الجنينه بتاعت المبنى ده في الجنينه. امال التذكاري بتاعه موقعه جميل والهواء الحلو في قرب البحر في شارع 23 يوليو، بيبقى منتزه ومتنفس العائلات في بورسعيد. كمان يا ميمي ما كملتلكش على متحف النصر. انت عارفه المدرسه دي اللي جنبه؟ في مدارس بس كده انا متخرج منها. جميل. وانا مدرستي هناك برضه قريب منها. المبنى ده متحف النصر ده واجهه مشرفه لبورسعيد، بيحكي بطولات وامجاد شعبنا، بيحكي تاريخ بورسعيد. هو يعتبر اي حد بيزور المتحف ده بيشوف اللوح اللي هناك، وكمان في قاعه سينما لكبار الزوار. اللي هي تحت عارفها ان ديت. برافو. عرفتوا احنا كنا فين؟ استنونا اوعى خيبوا ظننا. استنونا الحلقه الجايه. مع السلامه. وزيرنا النهارده بتتكلم عن شارع او مكان او شخصيه تاريخيه. اللي يعرف اجابه حلقه النهارده بتتكلم عن ايه يبعتها لنا على البيج على الفيسبوك على فنار مصر، وليهم معانا جوائز زي كل سنه. مع تحيات اسره فنار مصر. هذا البرنامج برعاية